عملتي تحليل صورة دم وطلعت نسبة الهيموجلوبين طبيعية ومفيش عندنا انيميا، ومع ذلك حاسة بتعب طول الوقت، حاسة بضعف في العضلات، شحوب في الوجه، تساقط في الشعر، عدم تركيز. كل دي اعراض بتقول ان انا عندي مشكلة حقيقية بخلاف الانيميا، ولكن مش باينة معايا في التحاليل. في الفيديو ده هقولك ايه المشكلة اللي كتير مننا مش بيركز فيها وبتكون سبب اساسي في الاعراض اللي انت حاسة بيها دي دلوقتي. كتير من الدكاترة مش بيطلبوا في التحاليل بتاعتهم تحليل مخزون الحديد، واوقات لما بيطلبوه وبيلاقوا نسبة الهيموجلوبين طبيعية بيتجاهلوا نسبة الفيريتين او مخزون الحديد الضعيفة، وبيعتمد ان ما عندناش انيميا ومخزون الحديد بالنسبة لنا دوره الانيميا، وبالتالي ما عندناش انيميا، ما عندناش مشكلة. المشكلة ان مخزون الحديد مش دوره، او الحديد في جسمنا مش دوره انتاج الهيموجلوبين فقط. مخزون الحديد او الحديد دوره ان هو يسبورت المناعه بتاعتي، ان هو يبني العضلات، ان هو يساعد في انتاج الطاقه، ان هو يساعد في وظائف المخ والتركيز. كل دي حاجات معتمده على وجود عنصر الحديد في الجسم، اللي انا بقيس المخزون بتاعه بمخزون الفيريتين او بنسبه الفيريتين. والفيريتين اللي ما يعرفوش ده بروتين مسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، وبالتالي لما اقيس نسبه البروتين تديني مؤشر عن نسبه المخزون الحديد في الجسم. طيب نقص الحديد ممكن يسبب نفس الاعراض زي الانيميا واكتر كمان. اذا لو انا عندي الانيميا بشكلها نسبتها طبيعيه ولكن عندي مشكله او نقص في مخزون الحديد، فانا لازلت عندي مشكله، ومشكله كبيره كمان معتمده على قدر النقص في الفيريتين او مخزون الحديد ده. لان الجسم هنا بيعتمد على ان هو يكون هيموجلوبين بشكل طبيعي على حساب المخزون بتاع الحديد اللي عنده، وبالتالي بيشتغل على المينيمم في بقيه الوظائف، وبالتالي كل الوظائف بيبقى ادائها ضعيف، او اوقات بيبقى بعض الوظائف متاثره بشكل كبير زي وظائف المخ والتركيز والمناعه. كل الحاجات دي بتتاثر لان مفيش نسبه حديد كافيه يعتمد عليها. الجسم هنا بيعتمد على اللي بياخده في خلال اليوم، نسبه الحديد اللي بتخش له يوميا، ويعوض نقص المخزون الحديد. طب لو انا عندي مشكله في المخزون بيبتدي ياخد نسبه صغيره من المخزون. طب لو انا ما عنديش مخزون، بعض الناس بيبقى عندهم النسبه قد تكون صفر، يعني تبقى قليله جدا. فهنا الجسم بيبقى وظائفه الحيويه كلها متاثره وعنده اعراض كتير جدا، يمكن اللي قلناها ده جزء بسيط منها، وممكن يديني اعراض تانية ما تخطرش على بالنا ان دي بسبب نقص الحديد. ده بقى الاعراض لما المخزون ده يفضل فتره طويله في جسمنا قليل ويوصلنا لمراحل تانية متقدمة من الأعراض اللي مفيش دكتور هيشك إنها نقص حديد خالص، هيفتكرها حاجة تانية وهيدخلنا في متاهة إحنا في غنى عنها. يا جماعة نركز إن إحنا في التحاليل بتاعتنا نعمل صورة الدم ونعمل معها مخزون حديد، ونركز في النسبة بتاعت مخزون الحديد. كل واحد بيبقى ليه نسبة ايديال، هو طبعا الطبيعي في التحاليل كلها من 10 ل 300، ولكن كل واحد حسب نوعه وجسمه وطبيعة وسنه وطبيعة النشاط اللي بيعمله بيبقى محتاج، او يعني في نسبة مفضلة يكون فيها حد الآمن، يعني على حسب سنه ونشاطه ونوعه والمجهود البدني او الروتين اليومي بتاعه، بيبقى محتاج نسبة ما يقلش عنها، او يحتاج نسبة معينة الايديال بتاعته ما يقلش عنها. اذا لما نقول من 10 ل 300 ما فيش حد يقول انا 10 وكده تمام، لا، 10 وعندي مشاكل، او 10 وانا تمام ما عنديش اي مشاكل. في ناس عند 30 بيبقوا تمام ما عندهمش مشكله، في ناس لغايه 40 بيبقى عندهم مشكله، في ناس بيبقى عندهم رقم 10 ما عندهمش مشكله، في ناس 10 بالنسبه لهم قاتل. ولكن احنا بنبص على النسبه مع الاعراض. طول ما انا عندي عرض يبقى انا عندي جسمي متاثر بالنسبه اللي موجوده دي، وهي غير كافيه بالنسبه له، وبالتالي لازم ازودها عشان يبقى عنده حد كافي، نسبه مخزون كافيه يقوم بيها بوظائف الحيويه بتاعه جسمه كلها. لذلك في الفيديو الجاي هنتكلم عن دور الحديد في جسمنا من اول ما بناخده كمكمل، سواء عن طريق السبلمنت العاديه اللي هي الكبسولات، او امتى ناخده وريد، لو خدناه وريد هيحصل ايه، وامتى ناخده وريد وامتى ناخده سبلمنت. تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نتكلم بالتفصيل ازاي نعالج مشاكل نقص الحديد، وامتى يفضل ناخد سبلمنت عاديه كبسولات، وامتى ناخد محلول وريدي. وطبعا كل ده لا يغني عن التشخيص الاساسي للمشكله ان انا اروح لدكتور، ولكن احنا بنوجه الناس يحددوا الخطوط العريضه، يحددوا لو انا عندي مشكله ولا لا، ولو عندي مشكله اروح لمين علشان يحلها لي، وامتى اقول ان انا ممكن اتعامل مع المشكله دي بشكل شخصي، اخد اكل مكملات بالنسبه لي عن طريق الاكل، وامتى لازم اخد علاج، وفي الحاله دي لازم اروح لدكتور يشخصني كويس ويديني العلاج المناسب بالجرعه المناسبه والنسبه المناسبه. كمان في ناس كتير يا جماعه بتستبعد محلول الحديد الوريدي، لان بيقولوا ان ليه سايد افكتس. هو اي دواء ليه سايد افكتس، ولكن لو انا اتبعت البريكوشنز او الاحتياطات بتاعه الدواء هاخده بشكل امن وهيديني نتيجه كويسه جدا. وفي
في حالات معينه لازم اخد فيها محلول وريدي مفيش فيها نقاش، حالات تانية السبلمنت تؤدي الغرض، وبالتالي اللي بيحدد الموضوع ده الدكتور حسب التشخيص بتاعه. تابعونا الفيديوهات الجايه. لو في اي حد عنده سؤال او حاسس بان الاعراض دي موجوده عنده وعمل تحاليل وعايز ياخد رايي فيها، يبعت لي في الكومنتات ان شاء الله نرد عليكم. والفيديوهات الجايه هتبقى مفيده جدا للناس اللي عندها مشاكل صحيه متنوعه مش عارفين ليها سبب. ولو حابين نتناقش في اي فيديو جديد او موضوع جديد سيبوا لي في الكومنتات الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، وانزل فيه فيديوهات ان شاء الله الفتره اللي جايه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.